لو صدر الحكم ضدكم قبل الانتخابات بحل الحزب هيكون موقفكم ايه؟ والله من عندك سبيلين، السبيل السياسي والسبيل القانوني. اما السبيل القانوني فالقانون نفسه كفل لي حق ان انا اطلع لدرجه تقاضي اعلى، ده حقي. صحيح. الناحيه السياسيه ده مش هيوقف كوادر وابناء هذا الحزب، خليني اقول كوادر عشان ابناء دي ابعد شويه عن السياق اللي احنا فيه. كوادر هذا الحزب حكم زي ده مع الاحترام ليه او لعكسه لو خرج، انما حكم زي ده مش هيمنعهم من ممارسه السياسه، او مش هيمنعهم من اللي هم عزوه من البدايه خالص وارادوه من البدايه خالص في ان هم يخدموا هذا الوطن. بمعنى هيخدموه باي شكل اخر. يعني انا بتكلم عن الوجود في البرلمان هنا، هل معنى كده تبحثوا عن تحالفات، هتنزلوا كمستقلين؟ ايه البدائل المتاحه؟ الاجابه الجاهزه ان اقول لحضرتك لكل حدث حديث. اكيد في سيناريو مرسوم واكيد في بلان بي زي ما بيقولوا، انما امتى هناخد القرار زي ده؟ انا بقول لحضرتك المؤكد عندي الان ان كوادر هذا الحزب حتى آخر لحظة هيظلوا أوفياء لهذا الوطن وبيحاولوا يخدموه من أي منبر كان. إذا حدث هذا الأمر اللي أنتوا بتستبعدوه وتقدروا موقفكم، بنستبعدوه قانونيا. بتستبعدوه قانونيا. إذا حدث قانونا وأصبح أمرا واقعا، إيه الأحزاب اللي أنتوا مرشحين إن أنتوا أو المرشحة أكتر إنها يحصل تقارب ما بينها وما بينكم، تديكم مساحة على قوائمها أو حتى تتحالفوا معها مستقبلا؟ محدش بيدي حاجة ببلاش، ومحدش هيقول لنا يا اهلا وسهلا بيك وانتوا كنتوا فين، هاتوا الكوادر الكويسه اللي عندكم. ايه الثمن اللي انتوا مستعدين لدفعه؟ طيب كويس. انا عايز اقول ان اي حزب في الدنيا المفروض يعني صح ان هو يوم لما ينزل انتخابات يقدم كوادر تمثله التمثيل الجاي تحت قبه البرلمان، لان الناس بعد كده مش هترحمه في التقييم. فحزب النور عنده او يزعم ان عنده كوادر فاهمه نبض الشارع على الاقل في دوائرها، فاهمه اللي الناس عايزاه برضو على الاقل في دوائرها، وقادره على تمثيل هؤلاء الناس. فالكوادر دي موجوده عندنا. يعني انتوا هتدخلوا بكوادركم، هتدخلوا بمجهودكم، ولا في تقارب فكري ما او تنازل ما؟ يعني عشان ينزل حزب في تقارب، مثلا لو افترضنا انه حدث تحالف بينكم وبين حزب زي حزب الوفد، حزب ليبرالي، اكيد في ثمن سياسي لازم يدفع، في نقطة التقاء في الوسط. ساعتها بقى اجي حضرتك ونتكلم، بس هو يعني اصل ثمن سياسي دي. انت بتتكلم عن تحالفات تحدث في الكواليس او تواصلات تحدث في الكواليس وما افصحتش عن ايه اطرافها، قلت ان في احزاب بتتواصل معاكم ولم تحدد هذه الاحزاب. احتراما لهم واحتراما لفكره غابت وضاعت شويه عندنا من الناحيه الاعلاميه، اللي هي فكره ان لما يبقى في تفاوض او لما يبقى في تحاور وتواصل ما بين الناس، طب نستنى لما ينتهي عشان نفصح عنه. هل بعض هذه الأحزاب اللي أشرت إليها بتطلع في تصريحات علنية وتقول إحنا بننقع بنفسنا عن حزب النور؟ يعني لن أقول، لن أصرح إيجابا أو سلبا، لأن ده لا يعنيني. وبالمناسبة هو أنا برضو ما يعنيش أن أنا أحرج حد منهم، إنما اللي يعنيني زي ما قلت لحضرتك في البداية أن التحالف وسيلة مش غاية، وسيلة أوصل بيها البرلمان. المفروض أن يكون في بقى عندي أنا تصور تشريعي معين عايز أقدمه للناس، إنما أن يكون هو الغاية دي بقت مشكلة. يعني أنا متخيل بعد إذن حضرتك في ذلك، يعني أنا متخيل أن كتير من الأحزاب اللي هي الآن بتسعى وراء التحالفات ما استحالة تعمل مع بعض أجندة مشتركة مثلا داخل تحت قبة البرلمان. طب أنت من دلوقتي بتعمل تحالف على إذا كانت بعض هذه الأحزاب أجندتها المشتركة هي محاربة أو هي فكرة إقصاء التيار الإسلامي. لا مش إقصاء التيار الإسلامي، يعني فكرة إنها شايفة إن هذا طريق مشينا فيه وكان سيء بما يكفي ولا نريد تكرار التجربة. هيقعد بقى ال5 سنين اللي جايين تحت قبة البرلمان يعمل إيه؟ يعني هو دلوقتي الناس في الشارع عايزة تشوف، وده تخوفي والله، إن الناس دلوقتي في الشارع عمالة بتسأل نفسها عن جدوى البرلمان. يعني أنت شايف إن في أحزاب اختصرت أجندتها في محاربة التيار الإسلامي؟ وأنا أعتقد إن ده تكرار لفشل سابق كمان. إن إيه اللي عندك أنت تقدمه للناس؟ يعني لو اختفى التيار الإسلامي هب أن التيار الإسلامي اختفى تماما من أمامك، أنت هتعمل إيه للناس؟ هتقدم لهم إيه؟ إيه اللي عندك؟ هتتخانق بقى، هتتفرغ للخناقات مع أحزاب تانية ولا لأ؟ هيبقى شكلك بس الشكل الكرتوني اللي هو اسمك بيه ان انت حزب ومالكش مقر واحد على مستوى الجمهوريه بيعمل وبيتواصل مع الجماهير ولا لا؟ ده اللي يعنيني كسياسي. لان بالمناسبه سواء حزب نور او غيره، لو ما فيش منافسه قويه وحقيقيه على ارضاء الناخب، انا هيصيبني الترهل السياسي وهيصيب كوادر الترهل السياسي، او هيصيبهم ضبابيه الرؤيه ان انا ليه اشتغل طالما هو ما فيش اصلا طالما حد أنا لوحدي في الساحه. انما لما في على الاقل
هنقول حزبين او خليهم 3 احزاب بتتنافس تنافس شريف وحقيقي على ارضاء الناخب، الكل هيشتغل.